3 مصريين حاولوا ينصبوا على كل المسلمين في كل بقاع الأرض، استخدموا طرق ملتوية عشان ينفذوا اللي هم عايزينه، وفي الآخر اتمسكوا وهيتعلموا الأدب على اللي حاولوا يعملوه. مين هم ال3 مصريين دول؟ وإزاي حاولوا ينصبوا على كل العالم؟ وإيه علاقة النصبية بتاعتهم بالحج والعمرة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اللي حاولوا يعملوه ال3 مصريين في السعودية ما يصحش، ما كانش ينفع أبدا الجماعة المصريين اللي هناك هم اللي يعملوا كده. هم فاكرين إن اللي بيعملوه ده خير وجزء منه مساعدة للناس، بس برضه ما يصحش أبدا. دول كده خالفوا أوامر المملكة العربية السعودية وقواعدها، والمملكة زي ما انتم عارفين ما تسامحش أبدا في اللي يخالف قواعدها والشروط اللي حطها للناس اللي عندها. اللي حصل بالظبط إن في 3 مصريين هناك في المملكة العربية السعودية حاولوا ينصبوا على باقي المسلمين اللي في العالم ويقولوا لهم على طريقة مش قانونية لأداء الحج. ببساطة كده طريقة يسافروا بيها السعودية يعملوها وهم مش مسموح ليهم يعملوا حج، لأن معاهم تصريح أداء فريضة الحج. وانتم عارفين إن السعودية كل سنة بتتيح عدد معين من التأشيرات والتصاريح للي عايزين يعملوا حج، والتصاريح دي بتكون بعدد معين عشان ما يصحش زحام قوي على جبل عرفات وقت الحج ويحصل مشاكل للحجاج، حد فيهم يتصاب لا قدر الله ولا حاجة، حفاظا يعني على الحجاج وصحتهم. الأمن العام السعودي قال فيه دورية من عنده في العاصمة المقدسة قبضت على ال3 مصريين دول، وقالت إنهم كانوا بيحاولوا وبيروجوا لحملات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا مش مسموح بيه في السعودية. قوانينها والشروط بتاعتها مش بتسمح بكده أبدا. الفكرة بقى إن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية طلعت من فترة بيان حذرت فيه من حملات الحج اللي بالطريقة دي، وقالت إن الطريقة الوحيدة لعمل الحج والعمرة هيكون عبر المنصات الرسمية للحجز في السعودية. المنصات دي والمعتمدة واللي أكيد يعرفها كل اللي عايز يحج هي منصة موقع وزارة الحج والعمرة السعودي وتطبيق نسك. أما بالنسبة للناس اللي مش عارفة تتعامل مع تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة، فالناس دي تقدر تروح لمكاتب شؤون الحج أو مكاتب شركات السياحة المعتمدة في منطقتها، والمكاتب دي هتقوم هي بتيسير الأمر على من يرغب في الحج والعمرة، وهتتكفل بنفسها بعمل كل اللازم للحجاج. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعرفنا مع بعض إيه اللي عمله ال3 مصريين في السعودية، وعرفنا إن اللي عملوه ده من وجهة نظر السعودية غلط وواجب الحساب عليه، وهم فعلا هيتحاسبوا هناك في السعودية، هيدفعوهم غرامة كبيرة قوي، وكمان يترحلوا على مصر نهائي ومش هيبقى ليهم دخول للسعودية مرة تانية أبدا.